رحيل الكابتن محمد صبري، ربنا يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا. كلمتين في الفيديو دمهم تقيل ممكن، ولكن هم في محلهم. كلمتين أعتقد إن لازم أقولهم. فيعني 4 دقايق بس كده، كمل معايا الفيديو وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. رحل الكابتن محمد صبري أسطورة نادي الزمالك. قبل الكابتن محمد صبري الكابتن إيهاب جلال. قبل الكابتن إيهاب جلال أحمد رفعت الله يرحمه. 3 أحداث مهمين جدا، وأنا كمشجع كورة كنت بشوف بالظبط اللي بيحصل. حالة وفاة، يومين 3 حداد، يومين 3 يعني في حالة من التدين الغير عادية. القنوات والبرامج بتقوم بدورها، وضيوف، ونعيط على الهوا ونبكي على الهوا. كل واحد بيقوم بشغله على أكمل وجه. ما هي دي حتته، هو إعلامي لازم يجيب الضيوف اللي هم عارفين الشخص المتوفي عشان يحكوا عنه. فدي حاجة في ناس يعني هي حاجة مش وحشة، يعني حاجة كويسة، مفيش مشكلة، أي حد يعمل اللي هو عايزه. ولكن بعد 4-5 أيام يرجع كل حاجة زي ما كانت. الجماهير على السوشيال ميديا بيشتموا بعض، الصفحات بتقطع في بعض، الصفحات بتشتم اللعيبة وبتهاجم اللعيبة وبتتريق على اللعيبة، ويتريقوا على ده ويتريقوا على ده، والصفحات وتخش الكومنتات تلاقي شتايم مش عايز اقول لك. ونرجع زي ما كنا مع حالة وفاة لا قدر الله. نعمل يومين 3 بس ايه اللي احنا خايفين ربنا فيهم، بعد كده نرجع زي ما كنا، وهكذا يوم يلو الآخر ويوم يلو الآخر. هي رسالة من ربنا، هي رسالة من ربنا. ليه؟ في ناس ملهاش في الكورة، ليها في الفن، ليها في البولينج، ليها في أي حاجة، ما يعرفوش إن في واحد بيلعب في نادي الزمالك اسمه كابتن محمد صبري مات. في ناس مش متابعة، في ناس ملهاش في الكورة، في ناس مش مهتمة أصلا بالكورة ولا أي حاجة. ولكن أنت مشجع كروي، ده جرس انذار ليك. مشجع اعلامي في الاعلام، في الوسط الكروي، في اي حاجه، ده جرس انذار ليك. في لحظه كل حاجه بتروح، في لحظه، في لحظه الموت، في لحظه. ده جرس انذار ليك انت، علشان تغير حياتك، علشان ما تقعدش تشتم كده عمال على بطال، علشان الاعلامي الفلاني ما يقعدش يستفز الغير ويزود التعصب، علشان اللاعب الفلاني اللي بيستفز معرفش مين عشان مين بيشتمه، الجماهير اللي بتشتم اللعيبة، الجماهير اللي بتخوض في الاعراض، وهكذا وهكذا وهكذا. كل ده رسالة للناس دي، لان دي رسالة ليك انت. الله اعلم بكرة انت هيبقى عندك فرصة برسالة اخرى، ولا هيبقى جه الدور عليك. لو جه الدور عليك اعتقد جيم اوفر. الدنيا في لحظة كل حاجة بتروح. المهم جدا 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 من الموضوع كله، كابتن محمد صبري أسرته معاش كويس، مرتب كويس يروح لأهله. واحد، أبنائه لو هيلعبوا في الزمالك ويتم رعايتهم في نادي الزمالك وعقود محترمة. 2، 3، تغيير الوسط الرياضي، نغير من أنفسنا في الوسط الرياضي. كل واحد يتقي الله، كل واحد يخاف ربنا. لا حلقات ولا برامج ولا معرفش مين ولا مين ولا مين بيبكي ومين بيعيط ومين، حلو الكلام ده كله، ولكن نخاف ربنا. ده
الرسالة اللي ربنا بعتها لك انت اللي بتتفرج على الفيديو ده، ربنا بعت لك الرسالة دي، خلي بالك عشان المرة الجاية ممكن ما يبقاش فيه رسالة لينا كلنا. ده كلامي. ربنا يرحم الكابتن محمد صبري ويصبر أهله ويسكنه فسيح جنات ويغفر له ويسامحه. وفاة تلو الأخرى، ولكن الأهم إن إحنا نتعظ ونخاف ربنا. كل واحد يخاف عشان محدش عارف أجله إمتى أو يومه إمتى. لايك، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، رأيك في الكومنتات. شكرا. كلمتين بس كده أنا خلصت. سلام.